السلام عليكم الناس الزوينين، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الاحوال بخير، بصحه جيده. نتمنى ان شاء الله المتابعين الراقيين الزوينين دائما تكونوا على خير وبخير وفي اتم الاحوال. كنشكركم بزاف على خدتكم عليا لمتابعه الفيديوهات. ما تنساونيش باللايكات والتعاليق الزوينه ديالكم، وكذلك البارطاج لما لا. خوتي المتابعين، جيت نرد على مدام مسيو بروبر. هاد مسيو بروبر هادي الفورمه ديال مسيو بروبر عامه زايده والسنطيحه وتخرج العينين. لا حول ولا قوه الا بالله. الانسان كيديرها قد راسو ويرمي السبه ديالو على الناس. انا هاد الشيء ما بغاش يتفهم ليا. المهم ندخلوا مباشره في الموضوع. كما شفتوا خرجات في واحد الفيديو مبندره، لابسه بيجامه ديال 400. والله القسم الا كدير 400 فجديد. قال لك كتعاير المسلوخه، كتعاير المذبوحه، كتقول لها علاش انت ما كتلبسيش وما كتناسقيش وما كديريش. نقول له هذيك جايه من عين السيخ فلاقيه. ايوا وانتيا؟ انا وكنلبس لي ماركو، انا بيجامه ديال 400 فضحتينا بها ومبندره صدرك كي مسيو بروبر في الكاميرا وتسنطحي وتسبي الناس المنتقدين. حتى انت براسك قلتي غتولي منتقده، حتى انت براسك قلتي غتولي منتقده. فعلاش هذا التناقض في الكلام؟ انت حلال عليك والناس حرام عليهم. اول شيء غادي نبدا به، شكون اللي خرج هذه الفضيحه اللي دابا كتستنكريها؟ وانا ظلمتوني وانا حطيتو عليا وانا قلتو عليا وحبابي وعائلتي. شكون اللي خرجت في الفيديو ديالها كتقول انا كتنعسي لي على صدري، انا ما كتبغينيش ندير خاتم الزواج، انا كتجي تهرسي عليا الباب حيت عرفتي معايا بنت اخرى، انا اللي نقيتك ودرت لك وحبيتك وحطت هي الميساج ديالك عاوتاني حتى هي اللي قالت لك معيالات. شكون اللي قال معيالات؟ المنتقدين. نتوما بجوج. اللي حطت لك الميساج كتقولي لها كنبغيك. كاين شي مرا مع مرا كتقول لها كنبغيك؟ المرا مع المرا فاش كيدابزوا تقول لك كنتي عزيزه عليا، كنت كنحسبك بحال اختي، كنت ما كنهضروش بهاد المصطلحات. ما عندناش حنا في المجتمع المغربي وحده كتقول لها هي الغداره مبروك عليك الزواج، انا كنت كنبغيك. تقاتلتوا ودابزتوا على الزواج حيت تزوجات وهي كتصرحها عده مرات. فعلاش كتلوموا المنتقدين او المتتبعين اللي استنكروا هذا الفعل الشنيع اللي نتوما اللي جبتوه لينا؟ يا ما عييتي تهضري في القناه وعييتي تبرمجي وعييتي ما طلعت لكش، ولكن اللي كتقولي سيروا وهضروا في الغلاء. علاش ما تهضريش انت على الغلاء اختي؟ انت عاطياها للتفرويح، كتقولي سيروا قابلوا ولادكم. شكون اللي كيدور من اوتيل لاوتيل؟ ها جنيف ها المغرب ها هنا وسامح في ولادو. الحمد لله جالسين في وسط وليداتنا، جامعين وليداتنا، موكلين وليداتنا، مشربين وليداتنا بيدينا، ما كنلوحهمش للرجال ونبقاو ندورو. وملي تشيط لنا الوقت عاد حنا لالا ومولاتي. هذوك المنتقدين انا وحده منهم نقول لك بزاف عليك حتى تتشبهي الضفر ديالي، حتى تشبهي الضفر ديالي. مقابله بنياتي ومقابله وليداتي ومقابله داري، وما كنخرج الا بالاوقات وما كنسافر ما كان الا بالاوقات، وكندي معايا ولادي فين ما مشيت وفين ما بوجيت وفين ما تحركت، والعالم كيشهد الجالي بهذا الشيء. سنين واعوام، 7 سنين وزياده وانا في اليوتيوب، عمرني بوجيت لشي بلاصه بلا وليداتي. مقابلين وليداتنا وغنقابلوك حتى نتيا على هاد التفاهه وهاد السفاهه اللي جبتوا لنا نتوما. وحده كتخرج عباد الله كتقول لك كتنعسي على صدري. شكون اللي حط التصويره ديال عواطف في اللايف وكتقولي لها شوفوا الزين ماشي بحال هاديك، شوفي باش بدلتك، شوفي الزين باش بدلتك. حنا الا كنتخاصموا مرا مع مرا تكون بيناتهم علاقه طبيعيه وعاديه، ملي كتبدلي الصاحبه كتقول لها بدلت وحده بما احسن منك في التقوى، في التربيه، في الاخلاق، في بزاف د الحوايج، ماشي في الزين. هذاك الراجل ملي كيبغي يفقس المراه تيقول لها مثلا بدلتك بوحده زوينه عليك، بدلتك بصغيره عليك، يعني راجل مع مرته. اما انت مرا مع مرا وتقول لها بدلتك بالزين،
ايوا ياك ما كيحسب لكم كناكلوا التبن، ياك ما كيحسب لكم حنايا حواله، ياك ما كيحسب لكم حنايا تضحكوا علينا وتستحمرونا وتبوهلوا علينا وتبارطاجيو معنا الوسخ، وخصنا نطلعوا ونقولوا شكرا سيداتي لهذا المحتوى. أقبلح الله سعيكم. تا واحد ما قبل هذا الشيء لا من هذا الطرف ولا من هذا الطرف. أول مرة تقريبا كيتوحدوا القنوات والمتابعين، تقريبا أول مرة على هذا الاستنكار وهذا الفعل الجرمي. فعلا خاص الجمعيات، الا انت مخلوعه سمعتي اشاعه ديال جمعيه وكتبغي تستفسري من عند من سمعتوا الخبار، بغيتي تعرفي واش بصح شي جمعيه دايره شكايه ولا لا، راه بالفعل خاص الجمعيات يدخلوا، خاص السلطات يدخل. وفاش تدخلي انت يقرقبوا عليك ويديوك ويستفسروا هاد الاقاويل اللي كتقولي، والاخرى يمشيو يجيبوها من شهر العسل يهبطوها تاكل العدس على داك الشيء اللي نتوما خرجتوا به. ياك خديجه اللي قالت لك عندك سمعه خايبه كتمشي مع البنات، ياك ندوش اللي قالت لك ام عيالات، ياك ندوش اللي قالت لك جاتك الغيره حيت تزوجت. ايوا كنتي امراه طبيعيه سمعتي صاحبتك تزوجت، ما غتقولي لاش الغداره، غتهزي انت الكادو وتجي تباركي وتشطحي في الوسط مع صاحبتك، وخارج لها ما يبغيكش تفرحي مع صاحبتك، تقول لها في وجهك صاحبتي والعشره ماشي مشكل، راجلك دابا تصفى الامور بيناتنا وتباركي لها وتضحكي، ماشي تطلعي في فيديو تجبديها انت هي الغداره، هي اللي رميتيني وتزوجتي، هي اللي درتي انت اول وحده خرجتي بالفيديو. هادشي علاش الناس كيهاجموك انت، لانك انت اللي طرحتي اول مره الموضوع والاخرى زادت اكداتو. هذا علاش هاجموك انت الاولى اكثر وهي معاك، لانكم نتوما اللي حطيتوه النهار الاول. ودابا كتجيب كل سنطيحه وتقولي الناس علاش تهضروا في المواضيع ديالي. مني ما باغاش المنتقدين يهضروا في الموضوع ديالك، جلسي اختي في داركم، سدي القناه، ما تطلعيش بالشوهه، سيري بارطاجي معنا الروتينات ديالك وفلوغات ديالك. سيروا هضروا على غلاء الاسعار. هذاك الصحفي اللي كتهضري عليه كل مره ديال الوانكم خويا وانت خويا وانت ذكي وانت فاهم، راه خوك قالها في اللايف ديالو. هذاك الصحفي ديال الوانكم قال لكم للاسف احنا الصحافه كنمشيو كنبغيو نصوروا شي حاجه اللي زوينه وشي حاجه هذه ما تلقاش اقبال، وهاد المواضيع هاد الخنز هذا كيلقاو اقبال. ايوا راه قالها هو، علاش ما حاسبتيش؟ علاش ما هضرتيش عليه؟ بقى لك غير المنتقدين وبقى لك القنوات اللي جالسين في ديورهم وخدامين على راسهم. كتقول لهم يا باردين الكتاف سيروا تخدموا وانت خدامه. انت فاش خدامه؟ انت دابا في هذا الفيديو الاخير ديالك كتعترفي انك ما خداماش. ايوا مني ما خداماش انت اللي في اوروبا، فاش بغيتي هاد الناس مساكن يخدموا هنا؟ معروف الناس كتمشي لاوروبا باش تسوي الوضعيه ديالها، والعيالات كنعرفوهم المغربيات تبارك الله مكافحات وخدامات، وانت اللي تحلي علينا الكاميرا تلقى علينا صدرك. انت فاش خدامه؟ سيري بعدا انت تخدمي، سيري بعدا انت بارطاجي معنا المواضيع ديال الغلاء، سيري بارطاجي انت بعدا ديال الغربه وديال الهجره وديال المهجر. عاد اجي طلبي منا حنايا نجاوبوك على المهجر. انت كتهضري ليا في حك 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 حك، وانا بغيتيني نهضر لك في المهجر والغلاء. والغلاء غلا والدنيا غلات وشحفات بالمنكر وبالمنكر، وانتم باقين كتزيدونا المنكر. عرفتوا علاش الغلاء؟ واش عرفتي علاش الغلاء؟ لان طلع واحد الجيل ديال القميش منكم نتوما. راه ماشي غير الغلاء اللي غيكون، راه مازال سيدي ربي تيشوف فينا في وجه البهيمه وفي وجوه الملائكه الصبيان الصغار وفي وجه النبات والاشجار والطبيعه وداك الشيء مساكن ربي تيسقينا. اما بحال كنتي يا ربي ينسف بينا الارض من تخرجوا لنا بداك المواضيع. شنو بغيتي تبارطاجي معنا التفاهه والبساله والخوى الخاوي، وحنايا نوض نهضروا لك على الغلاء؟ مسكينه 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 مسيو بروبر. سيري فورمه مسيو بروبر تحشمي، راكم شوهتوا. وإلا خايفه وكترعدي وكتقولي الاخرى غتمشي للحبس والجمعيه دايره بك الشكايه، انتي معاها، انتي خصهم يسولوا. شكون اللي خرج تيقول في الفيديو انا معايا صاحبتي في الاوتيل تيتا تيت؟ انا مشيت شحال من مره سافرت تلاقيت مع المتابعات ديالي وداك الشيء وشدينا دي زوتيل، هي كتشد شومبر انا كنشد شومبر، انا وبنياتي خوتي المتابعين. انا ما نقدش نعس معايا مراه ولو علاقه صافيه ولو علاقه نقيه ولو العلاقه شنو ما كانت، ما ولفناش حنا مرات نعس حدا مراه في الناموسيه، كنعس حدايا بنياتي.
ملي كنمشي للاوطيل كنعس حدايا بنياتي، المراه تقدر تنعس حدا راجلها. ايوا اختي نتيا اللي انت واحد السيده حتى ل5 الصباح الناس طالعين معاك 10,000 وتجي تقولي لي انا نهضري على الغلاء؟ انت اللي مطلعه معاك 10,000 ماشي انا، لان استنكرنا الفعل. كيفاش 10,000 الناس طالعين كيشوفوا هذا المنكر هذا؟ على من بغيتينا نهضروا؟ على من بغيتينا نهضروا؟ شكون اللي دخل 10,000 ديال الناس في وسط اللايف؟ علاش؟ هذا على زينك؟ راه دخلوا حيت شافوا المنكر والفضيحه. اش هاد الشيء؟ الناس جاهم غريب، كلشي دخل، كلشي تفرج في الفضيحه، لان ما ولفناهاش في المجتمع المغربي ديالنا. هاد الشيء تقدر تكون، ممكن تكون، ولكن ان ابتليتم فاستتروا. ما تبارطاجيوش معنا الخنز. بارك علينا غازينا المحارم اللي عاد دازت. بغيتو تردوا نتوما كلشي مباح في المجتمع، لا المنتقدين ما يهضروش يمشيو يخدموا. طز مالي طز، انا نقابلك غانتي خدمتي هي انتي سمعتي؟ انا دوشت لبنياتي ودرت لهم واحد الطنجره ديال الحمص تيمولات الخير، قرقرتها حمص. الليله نبدا نطلق عليك الصواريخ النوويه وتلاقاي قالت لك سيروا قابلوا ولادكم. والله الا بالعز ديالنا لا مقابلين وليداتنا وحرات وعيالات وغرات وعيالات ونص في وسط بلادنا، مقابلين وليداتنا وكنديروا فيديوهات ونخدموا ونتعاونوا على الزمان ونعيشوا وليداتنا بالحلال بما يرضي الله. وكنستنكروا فوقاش كنت غادي نكون غضبانه على نفسي لو انني طلعت وقلت لك يا مسكينه ماشي مشكل، حكي اختي كي بغيتي، انت مظلومه. لا حنينتي كناكلوا الحلال ما كناكلوش الحرام، لان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الانبياء وفي عهد قال لك من راى منكرا فليغيره. حنا تناكلوا الحلال ديال بصح. شتي انت في عهد الانبياء كما قلت كان غيديروا لك الرجم. حمد الله راكي بعيده، الناس تهضر معاك غير بفمها وكيستنكروا لاننا حنا في واحد الزمان دابا متطور. ما كاينش الضرب وما كاينش كذا وكلشي ممنوع وكاين القانون الحمد لله. ولكن الانسان تيحاول ما امكن يغير هذا المنكر بفمه. هادو هما المنتقدين، هادو هما دور المنتقدين يا مدام. شنو بغيتي تخرجي بالفضيحه والرذيله ونطلعوا نصفقوا لك باش نرضيوك وترضي علينا وتقولي لنا نتوما ناس طيبين ونتوما خدامين بعرق كتافكم؟ علاش كتحيي هذوك اللي كيدافعوا عليك؟ علاش كتقول لهم شكرا الناس اللي واقفين معايا واللي كيقول لك اللهم هذا منكر؟ لا سيروا تخدموا. ايوا خدمي انت يا فورمه مسيو بروبر، دلدلتي ودلدلاتك الشحمه بالنعاس والحكان. شكون اللي كدور من هنا لهنا وغادا جايه الي روتور، غادا جايه طير من هنا طير من هنا طير من هنا؟ شكون اللي سامحه في ولادها؟ ايوا هذه هي السفي كينطق بما فيه. السنطيحه بعدا كتخرجوا كتردقوا فينا السنطيحه. او جاكم قاصحه اختي، والله عطينا وجهكم نجلسوا به حدا الجوامع. سيروا هضروا على العيد غالي ولا لا يعيد باه، لا يعيد باه. انا قاعد العيد هذا شنو طرا لي لما عيدتش مثلا واحد العام اش غيوقع؟ ولكن باش نسمع حك ليا ظهري وعندي قناه وانت كتطلعي كتستافدي كي بغيتي وانا خصني لا ما نهضرش بزاف عليك. شكون تكوني نتيا وشكون تكوني وشكون تكوني؟ راه عيقتو راكم بسلتو. نتوما تاكلوا الادسونس على الفضائح وحنا لا جاوبنا لا نمشيو نخدموا. ما غنخدموش، انا خدمتي هي نتيا، غنبدا مقابلك صباح وعشيه. ولا اني ما تتحشموش والله الا جايبه لنا فضيحه قد السخط. فين كانوا حبابك ملي كنتي كتقول لك كتنعسي على صدري؟ فين كانوا هاد حبابك هادو اللي كتقولي عندي عائلتي؟ فين كانوا هاد عائلتك هادو ملي كتقولي لها ما كتقبليش تشوفيني بالخاتم الزواج، ما كتقبليش تشوفي معايا شي وحده ها كيشوفوا عواطف الزين؟ فين كانوا عائلتك وحبابك؟ ولا اني وجهكم صحيح اخوتي، هادو وجههم صحيح. وسيري كمشي سيري دير قناتي الا ما بغيتيش المنتقدين يهضروا عليك، ولا سيري ديري شي حاجه اللي كتشرف بعد البلاد. غادي ندوز الموضوع ديال سعاد. سمعت واحد الخبر ان بنتها فاطمه الزهراء غادي تخرج اليوم. فرحت صراحه، فرحت باش شويه فاطمه الزهراء مسكينه ترتاح وداك الشيء وتشوف امها وكذا، وحتى سعاد يبرد شويه خاطرها من اللي تعلق فاطمه الزهراء وكذا، لان كنشوف سعاد هاد الايامات كدير واحد الخرجات انا ما عجبنيش.
غنقول لكم علاش ما عاجبنيش. بغض النظر أن سعاد واش أنا معاها ولا ضدها ولا، ولكن أنا كتبقى فيّا. فرحت اليوم ملي غتلاقى بنتها وتبرد شوية نارها وتبرد شوية هذيك الحرقة اللي فيها على البنت اللي دارت العرس وما عارضتهاش. صراحة أنا فرحت حيت غتخرج فاطمة الزهراء يتلاقاو وشوية بعدا تتلف معاها وتنسى معاها. إنما الخرجات اللي كدير مؤخرًا ما عجبونيش. علاش؟ سُعاد فاش جابت لنا الموضوع ديال زنا المحارم والاغتصاب والخبرة وكذا وكذا، بدليل أو بحجة أنها باغا لبنتها الخير وكتبغي بنتها وباغا تعرف من المغتصب. أوكي، متفقين هنايا، برافو عليك وشابو ليك. أوكي، إذا أنتِ ملي كتبغي بنتك وباغا لها المصلحة وباغا تعرفي شكون اغتصبها وباغا، 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 صافي كلشي داز دابا والمحكمة حكمات بداك الشي اللي اقتنعت به أو عدم كفاية الأدلة. ولكن واحد الجانب ديال بنتك صاحبة الشأن راه فاتت 18 سنة وكتعرف أن الاغتصاب هذاك حق من حقوقها إلا هضرت عليه ولا دارت به شكاية. هي ما باغاش تهضر عليه، صافي اختارت الطريقة أنها ما باغاش داك الموضوع، تمشي تزوج ودير العرس ودير تفعل. جاوبتكم في الموضوع السابق قلت لكم حاجة نورمال مادام دازوا في هذه القضية ديال زنا المحارم إذا أكيد ما غاديش تعرضها، إذا مازال الخواطر بيناتهم مغلغلة. انما باش تشوفي بنتك دايره العرس وداك الشيء وتزيدي تهاجميها، هنا ما كتبيني لياش انا كجالي وما كتقنعينيش على اساس نتيا كتبغي بنتك. صافي بنتي ما بغاتش حقها، بنتي خايبه، بنتي ما تسواش، بنتي ما مزياناش، صافي شقات طريقها ومشات تزوج. ما غاديش نبقى انا تابعه. العرس ما مكاملش، العرس داير، بغيت لك السخط، بغيت لك الويل، بغيت لك كذا. بالعكس انا كنشوف هذا الشيء ماشي في صالحك اختي سعاد. المحكمة حكمات، طلعت الفيلم سال الفيلم وطلعت الكتبة. حاولي تنساي، حاولي شوية تخلي المياه منين تدوز، لأنه مع واحد الوقت غتبقى لك معيارة. وعقلي على هذا الكلام، غتبقى لك معيارة وغتبقى لك بلاكة على ظهرك. صافي خلي ديك البنت على الأقل تبرد خاطرها. يمكن نشوفوكم في السبوع، يمكن نشوفوكم في شي حاجة مجموعين، لما لا؟ ما يزيدش الإنسان يحقد القلوب أكثر ما هي حاقدة. وبركة من الهجوم، لأن راه حتى العائلة ديال الراجل هذا دابا كيتفرجوا وغياخذوا موقف حسن منك، على أساس هما تهلاو فيها وداروا فيها الخير وجمعوها وأنتِ مازال كتفضحيها. مازال الزنا المحارم نقولوا كان عندك شكوك أو الاغتصاب ما قبلتيش أو، وإنما بنتك صافي تزوجت دعي بالتيسير. حاولي تناساي شي شوية، ريتها ما تبرد الخواطر. ومازال عدة حفلات وتخلفوا بزاف ديال الحوايج. هذاك العرس حس بيه بحال شي صدقة ودايزة، ممكن تعاودوا في السبوع تلاقاو وتجمعوا وديروا عراسية أكثر وأكثر. أنا هذا من رأيي، باش تخلي راسك في ديك الصورة ديال أنه أنتِ كتبغي بنتك وباغا لها مصلحتها. باش أنتِ تحاربي دوك الناس اللي تيقول لك شوهتي بنتك، درتي بنتك، هاجمتي بنتك. فدابا في عرسها مازال كتهاجميها، الناس غتقول لك إذا أنتِ حاقدة عليها وداك الشيء علاش درتي لها زنا المحارم ودرتي لها بزاف د الحوايج حتى عرسها ما خليتيهاش تهنى فيه. كنشوفها دابا ساكتة كتخدم على قناتها، كتمشي لشهر العسل، كتمشي هذا، وأنتِ عاد بان لك تبداي الموضوع. ما تفهمنيش هذا الشيء، ما كتبينيش داك الشيء اللي قلتي لنا أن بنتك كتبغيها وهذه. الله يصفي الخواطر بيناتكم، والحمد لله على سلامة فاطمة الزهراء. إن شاء الله يا رب العالمين، يا ربي ما كنبغيوش نشوفكم كخوتنا مغاربة في هاد الموقف صعيب. صعيب حتى واحد ما غادي يقبلو. ولكن اش غادي نقول لك حبيبة ديالي، الله يصفي الخواطر. وتحية للمتابعين الزوينين، كنموت عليكم وشكرا لكم بزاف 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 لتتبع الفيديو من الأول للأخير. وشكرا لكم على الانضمام لقناة الناس الجداد، شكرا على اللايكات، التعاليق الراقية. أحبكم في الله وإلى اللقاء.